هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه، الاكله دي اجمد اكله ماما عملتها. اكله جباره. انا قاعد ماسك التليفون، عايز انط جوه الشاشه واكل. انا عايز اسيب التصوير واكل، اهم حاجه. اكله حلوه جدا يا جماعه، وطعم الفراخ فيها جوسي كده، والرز التتبيله بتاعته ممكن جامده. تخليني بقى اكلم متابعيني بعد لا اذنك؟ ثواني بس. ممكن بعد والريحه اذنك، بتاعتها هم كانت عايزين يسمعوا قلبة صوتي الشقه. انا. اهم حاجه بس يا جماعه، طب قول لهم ادعموها. الوصفه. لانها هي عايزه توصل 100 متابع، واعملوا لها لايك وفولو. هقول لهم يلا الوصفه. طب يا يوسف. ماشي. هلو هلو حبايبي، عملت النهارده اختراع وعجب يوسف جدا طبعا زي ما انتم شايفين. هعمل معاكم النهارده رز مبهر ودجاج بصوص الكريمه. انا مقطعه الفراخ كده شرايح، شرايح رفيعه. عايز تقطعيها مكعبات قطعيها التقطيعه اللي تريحك. ومعانا بصل وبهارات، ومعانا رز وزبده. وهدخل معاك دلوقتي على المقادير على طول ونبدأ بسم الله. هنيجي دلوقتي في بولة. الفراخ دي يا جماعة صدر، ده صدر واحد فرخ. بروح للفرارجي بقول له صدر من الصدرين بتوع الفرخة اخلهولي. تمام. وبقطعه زي ما انتوا شايفينه كده، بغسلها طبعا كويس جدا بالدقيق والملح والخل، وبغسلها جدا وبعد كده بقطعها. دلوقتي حطيت ملح وحطيت فلفل اسمر وسنة كاري وتوم وبصل بودر وسبع بهارات. تمام، ولا اكتر ولا اقل. وعصرة ليمون، وهحط معلقة زيت، وهقلبها بقى تقليبة كويسة. وهسيبها في التتبيلة كده يعني ساعة. كل ما الفراخ بتشرب من التتبيلة بتاعتها والبهارات بتاعتها بيبقى طعمها احلى بكتير. هسيبها ساعة كده في التلاجة عقبال ما اعمل اي اكلة تانية وارجع لها تاني. اكلة خفيفة وجميلة، وفي نص ساعة بالظبط بتكوني مخلصة اكلك. هنيجي بقى هنا بعد ما سبتها نص ساعة، هاجي في طاسة احط معلقتين زيت. تمام. وهنزل بالبصل بتاعي، ويستحسن تكون الطاسة سخنة جدا عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. هقلب بقى كده البصل. امتى هنزل الفراخ عليه؟ لما يبتدي يحمر، البصل يحمر خالص وهنزل بالفراخ. او في الوقت ده كده هبدأ انزل بالفراخ. وهفضل طبعا اقلبها هي والبصل وهشوحها تشويح كامل. يعني تستوي تقريبا 30-40%. بصوا بقى بعد ما اتشوحت، بصوا منظر قطعة الفرخة كأنها متحمرة. شايفين؟ دلوقتي بقى هنزل عليها بكوباية مية سخنة، يستحسن سخنة طبعا. هقلبها تقلبتين واسيبها بقى اغطيها، واسيبها بقى يعني ربع ساعة كده 10 دقايق تكون استوت. وبعد كده اقول لكم هعمل فيها ايه. هنيجي بقى هنا للرز. هحط معلقة زيت كبيرة، وهحط معلقة زبدة صغيرة، زبدة بلدي طبعا، دي زبدة بيضة. تمام. وهنزل بقى بأربع فصوص قرنفل أو مسامير زي ما بيسموه يعني. وهنزل باتنين حبهان، ومعلقة قرفة وجنزبيل. مش هحط بهارات كتير يعني، أنا يستحسن أن أحط اللي هما السليم. وهنا معلقة 7 بهارات أو نص معلقة. نص معلقة، شايفين؟ معلقة صغيرة. واتنين أو 3 لورا. هاخدها بقى هنا، خدتها هنا على النار، قلبتها تقلبتين. تمام. وهنزل عليها بكوباية رز مغسول ومتصفي. مش عايزة اقول لكم يا جماعة على ريحة الرز فظيعة. اهو هقلبه بقى هنا.
سيبه يتشوح خالص مع البهارات والسمنة والزبدة، سوري السمنة والزيت. تمام. والملح، متنسوش الملح. حطيت بقى هنا المية السخنة، وهقلبه واسيبه يتشرب خالص، وبعد كده هنقله على نار هادية. وهنا الفراخ شغالة اهي ما شاء الله. هنيجي بقى هنا للتركاية التانية بتاعت الفراخ. هنا بقى لحظة لما هننزل الكريمة. تمام. طب انا ما عنديش كريمة، كوباية لبن وعليها معلقة دقيق. ما عنديش لبن، الجيش قالك اتصرفي، كوباية قشطة. انا ما كانش عندي لبن، والكريمة بتبقى غالية جدا يا جماعة، يعني عبوة الكريمة ب30-40 جنيه يمكن اكتر دلوقتي. انا هنا جبت كوباية قشطة وحطيت عليها معلقة دقيق. فضلت اقلب في القشطة لحد ما دابت خالص، وحطيت عليها معلقة دقيق وقلبتهم كويس، ونزلت بيهم على الفراخ. شايفين اللون؟ لونها اتغير تماما، والقوام دلوقتي هيتقل. معلش دي غلطة مطبعية من عندي. دلوقتي بقى خلاص الحمد لله الأكل خلص، وهوريكم بقى القوام تقل ازاي. الفراخ سبتها بعد ما حطيت الصوص يعني 5 دقايق، تقلب بسرعة عشان الدقيق. شايفين؟ والريحة بقى رهيبة. ادي الرز هنغرف بقى سوا. لو قابلتك بقى ورقة لورا وانت بتغرفي طبعا عشان ما تضايقش حد، شيليها. قبلك مسمار من المسامير بتاعة القرنفل، شيليها كده يعني. انا بحب البهارات جدا يا جماعة، يعني البهارات دي سبحان الله بتدي حاجة تانية خالص للأكل. ايه رأيكم؟ وايه رأيكم في الجرنش اللي انا عاملاه؟ حاجة كده تفتح النفس. احنا عارفين ان بيقولوا العين بتاكل قبل البق. ايه رأيكم؟ ادي حطيت الرز، وهنزل بالفراخ كده على جنب. احلى طبق واحلى اكلة تاكلوها بألف هنا وشفا. باي باي.